بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناتكم مروة ديزاد، قناتكم مروة ديزاد اللي دايما تطلع لكم بوصفات مالحة وحلوة. اليوم يا البنات جبت لكم هذا الخبز، خبز الباي أو خبز تونس. هذا الخبز اللي نستعملوه في سهراتنا الرمضانية، يعني مع كاس أتاي رايح يكون بزاف بزاف بنين، بديل البسبوسة، بديل كلب اللوز. عطيته لكم بمقادير جد مضبوطه، معسل حتى للكلب يا البنات. يعني اللي ما ينجح لهاش كلب اللوز تستبدلوا بخبز الباي بمقادير جد مضبوطه مع كل اسرار نجاحه. ان شاء الله يعجبكم المحتوى نتاع اليوم يا البنات. اذا عجبكم جام كومنتار مشجع، واللي ما زالت ما اشتركتش في قناه مروه ديزاد توقف لا فيديو فضلا وليس امرا وتشترك معنا وتفعل الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد. قناه مروه ديزاد اول حاجه نبداو بها هو السيرو او الشربات. عندنا كاس ونص نتاع السكر. نضيف له يا البنات تلت كيسان نتاع الماء، تلت كيسان نتاع الماء. طبعا ونخليوهم نحركوهم مليح ونحطوهم على النار ونخليوهم حتى يغليو واحد 12 13 دقيقه. ونطفيو عليهم طبعا ونخليوهم يبردوا. هذا الكاس الثاني، ونزيد نضيف الكاس الثالث. بلا ما ننساو نضيفوا قطعة من الليمون او الكرز باش نكهو الشربات نتاعنا يا البنات. يعني ما كانش ما اسهل. هذه هي الخطوة الاولى اللي نبداو بها لما نجيو نحضروا خبز الباي الجزائري اللي كامل يحبوه الكبير والصغير. حرك بعد ما حركت السكر مليح نحطه على النار ونحسب. بعد الغليان نحسبه من 12 ل 13 دقيقة. في هذا الوقت الشربات نتاعي راهي على النار. نبداو نحضروا في العجينه نتاع خبز الباي. نحتاج فيها 4 حبات نتاع البيض. نعطي لكم مقادير مضبوطه ونعطي لكم الحجم نتاع السنيوه اللي طيبت فيها. عندي 4 حبات نتاع البيض، نزيد لهم كاس ناقص اسبوع السكر. كاس ناقص اسبوع السكر يا البنات، هكذا باش تكون الحلاوه متوازنه ومضبوطه. عندي كاس ناقص اسبوع السكر. نزيد نضيفهم غرفه صغيره فاني. ومن الاحسن يا البنات نستعملوا الباتر باش ندوبوا السكر بشكل جيد. الخطوه الاولى ان ندوبوا السكر بشكل جيد باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. طبعا اللي ما عندهمش الباتر اكيد راح يستعملوا الفوي، لكن لازم تخلطوا مليح حتى يذوب السكر معكم ويتغير لون الخليط. اهم حاجه يا البنات تبعوا كامل الخطوات واكيد رايحين تنجحوا فيه. بالنسبه لي دام عندنا نفس الكاس اللي عبرت به السكر، عندي نص كاس تاع المارغرين دايبه وزيد كملتها بالزيت. نص كاس تاع المارغرين دايبه وكملتها بالزيت. انا استعملت المارغرين ما استعملتش السمن، يجي خفيف وبنين في نفس الوقت. طبعا لما نضيفوا الكاس تاع العيدان ما رايحينش نحتاجوا نخلطوا وقت كبير، يعني تخليطه خفيفه ونستغناو على الباتور باش نبداو نضيفوه في المكونات الجافه. وطبعا يا البنات خبز الباي من اسهل الحلويات الجزائريه اللي نحضروها في وقفه، يعني اسهل من البسبوسه، اسهل من كلب اللوز. في وقفه نحضروه ونفرحوا العائله تاعنا. نبداو في المكونات الجافه. نفس الكاس اللي عبرت به كامل المكونات، عندي كاس تاع الكاوكاو محمص ومرحي. ضفت مبشور حبة كارس أو حبة ليمون. ونزيد نضيف نفس الكاس مملوء بومبي من لا شابلور أو الخبز المرحي المحمص. الخبز المرحي المحمص. نضيف كيس خميرة كيميائية، كيس خميره كيميائيه. وكما عودتكم دائما نحب ننخل الخميره الكيميائيه باش نتخلصوا من الحبيبات اللي يجيو فيها، وهكذا نتحصلوا على خبز خفيف وهشيش. وغير بالفوي نبدا نخلط غير بالعقل حتى يدخلوا كامل المكونات مع بعض قبل ما نزيد نضيف المكون الثالث اللي هو يا البنات عندي هنايا كما راح تشوفوا نص كاس نتاع جوز الهند او نواض كوكو. راح يزيد له واحد البنه واحد النكهه. ما عندي ما نحكي لكم يا البنات، فقط تبعوا كامل الخطوات. هنايا عندي نص كاس تاع جوز الهند نزيد نضيفه ونخلط مليح. في هذا الوقت نشعل الفرن نتاعي على 180 درجه، على 180 درجه. وطبعا خبز الباي نطيبوه في الرف الوسطاني، في الرف الوسطاني نخلط مليح. وهذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه
في الاخير. شوفوا البنات الخريطه ديالي في هذا الوقت نجيب السنيوه نتاعي. بالنسبه للمكاس تاع السنيوه 30 على 24، 30 على 24. نحط فيها القليل من الزيت وندهنها مليح بالبانسو من على السطح والجوانب كذلك، ونفرغوا الخليط نتاع خبز الباي كما راكم تشوفوا. شوفوا الخليط نتاعنا نفرغ بشكل جيد كما راكم تشوفوا. فرغوا مليح البنات، يعني ما تخليو حتى حاجه في الصحن هكذا باش ما تخسروش المكونات. الفرن تاعي في هذا الوقت راهو سخن على 180 درجه، يعني من الحلويات الجزائريه اللي ما لازمش ننساوها طبعا، ودائما نتفكروها وتكون حاضره في مناسباتنا في سهراتنا الرمضانيه. تتوان بزاف مع لاتاي، يعني دائما نحاولوا نغيروا بين كلب اللوز، زلابيه، خبز الباي. يعني عندنا عده وصفات معسله لسهراتنا الرمضانيه. نحرك مليح باش يكون السطح متساوي، يعني ماشي جهه طالعه وجهه هابطه. بعد ما دخلته طابح بدا يحمر، بعد ما شفت الجوانب حمروا، زيد شعلت له من الفوق دا التحميره اللي راكم تشوفوا فيها. شوفوا يا البنات كيفاش يعني راهو خفيف وهشيش. الشربات نتاعي بعد ما بردت فرغتها في هذا الطاس تاع البراميكسور، ورايحه نحطها كامل نسقي بها ونخلي الخبز نتاعي يتشرب. يعني حتى كامل المكونات يعني راهي مضبوطه، يعني لما تشرب راهو جا سوا يا البنات. الكميه نتاع الشربات حطيتها كامل ما خليتش ولا قطره. شوفوا كيفاش شرب. بعد ما برد رايحه نقطعه معكم وشوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. خبز الباي بنه وهمه من الحلويات اللي ما لازمش ننساوها. بزاف بزاف بنين. نتمنى انكم فقط تجربوه يا البنات، واكيد ما تقطعوش حتى يبرد مليح. وهذه هي النتيجة النهائية راهي أمامكم بكل شفافية. أعطيتها لكم بمقادير جد مضبوطة. شوفوا البنات كيفاش راهو خفيف ريشة معسل حتى للقلب. الحلاوة نتاعو مضبوطة، يعني حضروه بعينيكم مغمضين راح تنجحوا فيه من أول تجربة من بين الحلويات التقليدية الجزائرية اللي ما لازمش نفرطوا فيها وننساوها. نتمنى الفيديو ينال إعجابكم. ما تخرجوش يا البنات قبل ما تدعموا قناة مروة ديزاد بجام كومنتار مشجع، واللي ما زالت ما اشتركتش تشترك معنا وتفعل الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد. قناة مروة ديزاد، والسلام عليكم ورحمة الله مع وصفات رمضانية. إن شاء الله نوفق في وضع الوصفات اللي تحبوها.